أنا أشهد أن حكومة الصين اعتقلت أخوي شقيقين وحكمت على أخي روز حمد الله ب25 سنة وعلى أخي محمد حمد الله ب15 سنة، وذنبهم الوحيد أنهما كان من كبار رجال الأعمال وصاحبي إمارات وشركات، ولم تكتف الحكومة باعتقالهم، فقد أغلقت إمارتهم العملاقة الواقعة في مدينة كورلا، وأغلقت أيضا شركتهما ومنعوهم من تصرف فيما يزيد عن 100 مليون دولار في بنوك الحكومية. إن أمي امرأة لا تستطيع المشي، امرأة قعيدة تجلس في كرسي متحرك، وأنا الآن لا أعرف عنها وعن أختي شيئا. هل هما مسجونتان؟ هل هما محتجزتان في مراكز الاعتقال؟ يا إخوة المسلمين، يا من تبررون جرائم الصين، أخبروني ما هي جريمة أخوي؟ ما هي جريمة أم وأخت؟ لماذا تعتقلهم الحكومة الصينية؟ أرجو كل من سمع صوتي أن يكون عونا لي لإنقاذ أخوي وعائلتي بنشر هذا المقطع. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.